السلام عليكم. في لا فيديو ديال البارح قلت لكم غادي نصاوب واحد لا فيديو غادي نوريكم كيفاش ديروا تحسبوا شحال غادي يجيكم في التقاعد، بو امبورط شحال عندك في الايام ديكلاري، تكون عندك 3000 4000 5000 اي عدد من الايام مصرح بها عندك، غادي تولي تعرف شحال غادي يجيك بالتقاعد بالضبط. الور باش نديروا واحد الريزومي على الفيديو ديال البارح، قلنا بانه الناس اللي واصلين 1340 يوم غادي يكون عندهم الحق في التقاعد. باش نوضح واحد المساله، الناس اللي وصلوا 1340 يوم ما غاديش يبقى عندهم الحق على انهم يسترجعوا الفلوس. الناس اللي عندهم الحق يسترجعوا الفلوس هما الناس اللي ما واصلينش 1340 يوم. فاش كتوصل 1340 يوم ما كيبقاش عندك الحق انك تسترجع، كيولي عندك الحق اما تزيد في عدد الايام المصرح بها، اما تسنى حتى 60 سنه وتاخذ التقاعد ديالك. حتى لهنا امور واضحه. ندوزو دابا للحساب. غادي نعطيو مثال وغادي نتبازاو عليه، واي واحد عنده عدد من الايام يدير نفس الطريقه ويحسب شحال عنده باش يعرف شحال عنده في التقاعد. نفترض واحد السيد عنده 1340 يوم، يعني وصل لعدد الايام المصرح بها باش كيكون عنده الحق في التقاعد. 1340 يوم هي بالضبط 4 سنين ديال الخدمه، ولكن خاصك تكون مصرح بك 26 يوم في الشهر. يعني الا كنتي خدام في واحد الخدمه 4 سنوات وكيصرح بك المشغل 26 يوم في الشهر، فانت وصلتي للتقاعد. مزيان حتى لهنا مزيان. الور دابا غادي نشوفوا هاد 1340 يوم شحال كتعطيك في التقاعد. غادي تجيك تقريبا 20% من الصالير ديالك. يعني الا وصلتي لسن التقاعد وعندك 1340 يوم مصرح به، فانت عندك 20% من الصالير ديالك، ودائما في حدود 6000 درهم. فوق 6000 درهم ما كيتحسبش، تحت 6000 درهم كيتحسب. حتى لهنا مزيان. دابا الا كان عندي كيف ما قلنا عدد الايام زايد، كيفاش ندير نعرف شحال غادي يجيني في التقاعد؟ الا كان عندك عدد الايام مصرح بها فايت 3240 نقطه، فانت غادي تقبل تحسب ابارتير من 3240 نقطه. مثلا نعطيو جوج الامثله، حيت هنا كاينين جوج الحالات، كاين اللي فايت 3240 نقطه، وكاين اللي ما بين 1320 و 3240. ركزوا معايا الله يرحمكم الوالدين، جوج الحالات اللي كاينين. نهضروا على الحاله الاولى، الا كنت انا ما بين 1320 و 3240، انا ما بين هاد الجوج، شنو غندير؟ نعطيو مثال، انا مصرح بيا 2500 يوم. مزيان، اش غادي ندير؟ غادي نبدا من 1340 نقطه. هنا كيف ما قلنا كتعطيك 20%. غادي نشوف شحال الايام اللي ما بين 1340 وما بين داكشي اللي وصلت له. الا كنت مثلا انا عندي 2000 يوم مصرح به، شحال الايام ما بين 1340 و 2000؟ غنقبط هذاك عدد الايام ونقسمو على 216. داك العدد الايام اللي عطاني غادي نزيدو على 20%، فهذاك البورسونتاج اللي يخرج هو اللي غادي ناخذو من الصالير ديالي. الا لقيت خرجت لي مثلا العدد 3، غنقبض 3 ونزيد على 20، هي 23%، يعني انا ناخذ 23% من الصالير ديالي. الا خرج لي العدد 7، غنقبض 7 نزيد على 20%، هذاك هو 27% هي اللي غناخذ من الصالير ديالي. هادو الناس اللي ما بين 1340 و 3220. نشوفوا الناس اللي فايتين 3220. اللي فايتين 3220 نفترضوا مثلا انا مصرح بيا 5000 نقطه، غادي نشوف شحال من نهار ما بين 3220 و 5000 نقطه، شحال الفرق؟ 5000 ناقص 3220 يعطيني واحد عدد الايام. غنقبض داك العدد الايام غادي نقسمو على 216، غادي يعطيني واحد البورسونتاج، يعطيني مثلا 11 مثلا. غنقبض 11 غنزيدها على 50%، ترجع هي 61%. يعني انا غادي ناخذ في التقاعد ديالي 61% من الصالير ديالي. خرج لي العدد 7، غنقبض 7 ونزيدو على 5، هي 57، يعني 57% من الصالير ديالي. هاد الطريقه درتها لكم باش ما تلفوش في الحساب. اللي عنده ما بين 1320 و 3240 يقبط العدد الفرق الايام اللي عنده ويقسمو على 216 ويزيد داك العدد على 20%. واللي عنده ما بين 3240 والفوق حتى 7800 يقبض داك عدد الايام اللي خرجوا في العمليه الحسابيه ويقسموا على 216 ويزيدوا على 50%. يعني كاين واحد الناس غادي يزيدوا على 20% وواحد الناس غادي يزيدوا على 50%. هذه طريقه درتها غير مبسطه باش اي واحد يعرف يحسب دو كاتيجوري. تبارك الله عليكم. الا كاين شي تساؤل انا معكم في الكومونتير.